السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلوا على النبي حبايب قلبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني جدا جدا جدا. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة عشان يوصلكم مننا كل جديد احنا بنعمله وهنعمله ان شاء الله. حبايب قلبي، ما تحرمش منكم ابدا، انتوا اخواتي وحبايبي وعيلتي التانية. معلش يا حبايبي، صوتي ممكن يكون واطي شوية عشان انا تعبانة والله، ولسه جاية من عند الدكتور. عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايبي؟ عامل ايه؟ يا رب دايما يكونوا بخير يا رب. دول يا حبايبي ربنا يشفيها ويشفي كل مريض. نصيحة يا حبايبي، اليومين دول في فيروس في الجو، والأطفال والكبير والصغير وكله، يا ريت كل واحد يحافظ على نفسه. يا ريت كل واحد اليومين دول يحافظ على نفسه. أنا لما خشينا الصيدلية رحت أكشف على كريم، وخشينا الصيدلية الدكتور الصيدلي بقال طب تعال أنا عارف العلاج. كله ماشي على هذا الوضع ده، كله ده فيروس وماشي في الجو كله. الدكتور الصيدلي والله ياما من حال ما قال دوس ده كله واخد حقن وطالع من عنده. مش تنسوا حبايبي بالله عليكم تعملوا لايك والاشتراك عشان يوصل لكم كل جديد منا ان شاء الله. يا حبايبي هي عملت لكم الفيديو ده وهي تعبانه، ربنا يشفيها ويشفي كل مريض يا رب. اول ما بدأت مع فرحه، بدأت مع كريم، بعد كريم اجت لياني، وهي اخر حاجه هي مرحله هي وصلت لها هي. بس هي بقت عشان تعبانه وكده، فهي مش استحملتها يعني. هي تعبانه خالص والله، ربنا يشفيها يا رب. ومراتي حبيبتي. يا حنين يا ابو كريم، انت حنين. ربنا يخليك يا ابو كريم، ربنا يخليك يا رب ويكفيك شر المرض. وربنا يكفيكوا شر المرض يا حبايب قلبي يا رب. ربنا مش يكتب عليكم المرض يا رب. المرض شين، المرض ده بصوا، المرض ده بيذل النفس. فعلا مفيش حاجة بتذل النفس الا المرض. الواحد لو هياكلها بعيش وملح، اهم حاجة ان هو يعني يكون صحته حلوة وكده. هي دي بالدنيا والله. الدنيا دي مش فلوس، الدنيا دي صحة. الصحة هي اهم من الفلوس واهم من اي حاجة في الدنيا والله. فربنا يكفينا ويكفيكوا شر المرض يا رب، ومش يضركوا ابدا يا رب. يا رب يا حبايب قلبي يا رب. وهنا وهي حبايبي، عمال عمال ابو كريم. يا انا مش عارفه اكلم المتابعين منك يا ابو كريم، انت عمال تكح. طب اعمل إيه؟ والله تعبان، والله ربنا حاسس يشفيك يا ابو كريم. جسمي كلته فيه. شايفين يا حبايب قلبي؟ شايفين كريم ابني بيساعدني ازاي؟ ربنا يخليه يا رب. بيجيب ميه ويحط لي على الهدوم. صراحه كنت تعبانه، مش قادره اغسل ولا قادره اعمل حاجه، وهو بيساعدني. ربنا يخليه يا رب، ويخليلكوا عيالكوا يا حبايبي يا رب. يا رب يخليلكوا عيالكوا وتشوفوهم احسن الناس يا رب. شايفين يا حبايبي؟ انا بشطف الهدوم وبحطهم في المنشفة اهو. طلعت انشر اهو يا حبايبي زي ما انتوا شايفين. معلش يا حبايبي والله العظيم انا مش قادرة اتكلم. معلش يا حبايب قلبي، اعذروني اعذروني والله العظيم، انا تعبانة خالص والله. انا قبل ما انشر يا حبايب قلبي مسكت الحبل ده، مسكته مسحته خلقة متعصى مية كده، ونفضت الحديد اللي على البلكونة ده عشان خاطر انا اول بلكونة. فطبعا العفور بقى بصوا، مش هقول لكم عشان العربيات راحة وجاية وكده والشارع، ففي عفور بقى في البلكونة، حاجة فظيعة. وعلى الحبل وكده يعني. اول بلكونة هي لها عيوبها ولها مميزاتها. عيوبها ايه بقى؟ ان العفار بيبقى حاجة صعبة، لازم كل يوم اكنس البلكونة وكل يوم امسح، لان بيبقى فيها عفار حاجة فظيعة خالص. مميزاتها
ان الواحد مش بيطلع يعني سلم عالي وكده، فهي كويسة في كده يعني. انما في العفار حاجة فظيعة فظيعة فظيعة. ربنا يسترها يا حبايب قلبي، ربنا يسترها. فبالله عليكم يا حبايب قلبي، مش تنسوا تعملوا لي لايك بالله عليكم. والله العظيم انا عامله الفيديو ده قسما بالله، وانا ربنا هو اللي يعلم بيا. فبالله عليكم مش تنسوا تعملوا لي لايك واشتراك وتشتركوا في القناه، عشان يوصل لكم مننا كل جديد احنا بنعمله وهنعمله ان شاء الله يا حبايب قلبي. بالله عليكم يا حبايبي مش تستخسروا تشتركوا في القناه، والله العظيم يعني. هي نسبة المشاهدة حلوة وكل حاجة، بس نفسي ان انتوا تشتركوا في القناة. واللي بيجبر بخاطر حد ربنا بيجبر بخاطره، ربنا يجبر بخاطركم جميعا يا رب. ولا بتجي. ابو كريم عمال يغني يقول انا مش مرتاح البرد مخلص على جسمي، انا مش مرتاح. ابو كريم ده ابو كريم ده فظيع والله العظيم ضحكني. انت بتقول ايه يا ابو كريم؟ بتقول انا مش مرتاح. أقول أنا مش مرتاح. أنا خدت البرد مخلص علي. أنا خدت الإبرة والدكتور بيقول لي تعالى خدها تاني. يعني خدت إبرة والدكتور بيقول لي، طب أنا كل ما أروح آخد إبر. انت خدت حقنة؟ خدت حقنة وخدت. بس صراحة ربنا يا جماعة الحقنة ما عملتش أي حاجة ولا أي حاجة. هو كل اللي فيها أنا خدت، شربت كوبايتين عصير، كوبايتين ليمون ساقع، وحباية بتاعت الصداع اللي هي النص أبيض ونص أصفر دي. بصراحة ربنا يا جماعة الحباية دي أي ألم في الجسم مسكنة لرقم واحد. رقم واحد أي واحد عنده برد وتعبان ومش قادر يمشي يروح يمين ولا شمال، ياخد الحباية بتاعت الصداع دي، ياخد نص ياخدها كلها. والله يا جماعة بصراحة ربنا الحباية دي 10/10/10. طب بالله عليكم بجربوها كده. لو أي حد عنده برد يجيب حباية من اللي بتاعت خلاص الصداع يا ابو ونص أبيض ونص كريم، أصفر دي وياخدها. الفيديو ايه نص ابيض ونص اصفر؟ لان انت مش عارف اسمه اسم مش عارف اسمها الفيديو. والله. هيخلص. طب ماشي، يلا يا حبايب قلبي، مع الف الف سلامة، باي.